الحمد لله ان هي جت على قد كده وطلعنا من دور ال16 واحنا خسرانين من ضربات جزاء، لان احنا لو كنا كملنا مثلا يعني تخيل معايا عدينا الكونغو وعدينا غينيا كنا هنروح نقابل السنغال ونطلع بشكل مهين وبنتيجة كارثية. ده على الاداء اللي شفناه من السنغال في دور المجموعات، مع ان الكونغو اللي طلعتنا دي مش جامدة ولا حاجة، دي صعدت لدور ال16 ب3 تعادلات ومسجلة هدفين بس هي تستحق ان هي تفوز وتتأهل بصراحة، لان هي نازلة الماتش وعايزة تتأهل، انما احنا نازلين بنلعب على التعادل ونوصل بالمباراة لضربات الجزاء، وكده كده ضربات الجزاء مضمونة، بدليل احنا ما عندناش شكل في الضغط على الخصم لما بتبقى الكرة مش معانا، كلها بتبقى اجتهادات فردية سواء كانت من مصطفى محمد او اي حد من الاجنحة. دي حاجة. تاني حاجة بقى، ليه احنا بنلعب 4-3-3 فلان؟ ليه الثلاثة اللي في نص الملعب كلهم شبه بعض؟ مش عارفين نعمل اي خطورة منظمة، لان احنا ما عندناش في نص الملعب حد بيقدر يربط او يوصل الكرة لخط الهجوم. الكرة ما بتوصلش لخط الهجوم الا بطريقتين، لا اما بكرة طويلة او عن طريق ان حد من خط الهجوم ينزل يستلم من تحت. ليه انت كمدير فني عقيم بتاخد ملايين مش عارف تشوف حل في نص الملعب عشان نقدر نطلع بالكرة لقدام في ظل اصابة امام عاشور؟ مع ان في حلول، كان ممكن تلعب بتريزيجيه في نص الملعب، او ممكن تلعب بزيزو وتنزل مكانه مصطفى فتحي، او العب يا عم بفتوح في نص الملعب، كده كده اصلا فتوح لعبها مع الزمالك قبل كده وكان كويس. وفي الشوط الثاني العب ب3 ديفنترات زي ما انت عايز، بس على الاقل نكون جبنا جونين ولا حاجه نخلص بيهم الماتش. كده كده فتوح مش هيقدر يديك اكتر من 45 دقيقه، انما انت مدرب عقيم، انزل باك بباك، وينج بوينج، نص ملعب بنص ملعب. حتى المره الوحيده اللي لعبنا فيها بطريقه 4-4-2 كان شكلك احسن من طريقه 4-3-3. ما جاتش في بالك بقى انك تعملها ليه؟ لان انت اصلا نازل الماتش وعايز توصل المباراه لضربات الجزاء. غير كمان بقى زيزو وتريزيجيه مش شايفين قدامهم وبيشحروا في الشوط الثاني، فتقوم انت مطلع تريزيجيه، وفين بقى لما افتكرت ان زيزو مش شايف قدامه وبيشحر اروح مشده ومطلعه ومنزل مصطفى فتحي في الدقيقه 84. انت ايه يا عم؟ هو في حد قال لك ان التبديلات عيب ولا حرام؟ غير كمان اول تبديله انت عملتها رحت مطلع مروان عطيه، على الاقل الراجل ده مخلي شكله نص الملعب بتاعنا في الروح شويه، فتقوم انت مطلعه. يعني انت لا تعمل تبديلات متاخره لا تعمل تبديل غبي، اصل انت مش اول مره تعمل التبديل الغبي ده، عملته قبل كده في ماتش غانا لما احنا كنا راكبين الماتش وعمر مرموش فايق، رحت انت شادد مرموش ومنزل مكانه مروان عطيه عشان تدافع. انت ايه يا عم؟ في حد مسلطك علينا؟ وبعدين انت ليه بدات بتريزيجيه؟ انت ما اخدتش بالك ان تريزيجيه لما بدات بيه في ماتش الموزمبيق ما ادكش بجنيه، ولما نزلت مكانه مرموش هو كمان برضه ما ادكش بجنيه، وفي ماتش غانا وكاب فيردي لما تريزيجيه بينزل لك من على الدكه بيقلب لك الماتش، فتقوم انت يا نبغه بادئ بيه اساسي النهارده. انت ايه؟ ابيض على الابيض، مفيش رؤيه ولا نيله خالص. نيجي لحوار ضربات الجزاء، انا عايز اعرف ايه اللي كان مكتوب على الازازه طالما كل ضربات الجزاء ابو جبل اترمى ناحيه اليمين؟ حوار هيجنني حوار الازازه ده، اصل مفيش مره اترمى في نفس الزاويه اللي اتشاطت فيها الكوره الا مره واحده بس، حتى كمان هو ما فكرش انه يغير الزاويه مره. ده اينشتاين قال ايه؟ الغباء ان تفعل نفس الشيء مرتين بنفس الاسلوب وبنفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفه. ايه يا عم ابو جبل؟ 9 كور اتشاطت عليك ما كاش في مره في دماغك انك تغير الزاويه؟ في حاجه مهمه تانية عايز اقولها قبل ما اختم. اتحاد الكوره لما كل الناس كانت بتنتقد اختيارات فيتوريا قال ان ده اختياراته وهيتحاسب عليه في النهايه. انا عايز اعرف بقى هتحاسبوه عليه دلوقتي ازاي؟ اقول لك انا بقى هيحاسبوه ازاي. اقاله روي فيتوريا بعد دفع شرط الجزاء، ده كده بقى بالنسبه لهم الحساب. ربنا يرحمنا برحمته والله. سلام.